كلنا عارفين إن القاهرة عاصمة مصر، ولكن ده ما كانش دايما الحال. مصر على مدار تاريخها كان ليها عواصم كتير، بس يا ترى إيه كانت أول عاصمة لمصر؟ لما بنتكلم عن أول عاصمة لمصر لازم نرجع بالزمن حبة حلوين قبل القاهرة والإسكندرية والعاصمة الإدارية. لازم نرجع لورا خالص لأيام الفراعنة الأوائل اللي كانوا لسه بيتعلموا يفرقوا ما بين الفرخة والبطة. وقبل ما نجاوب على طول لازم تعرف إن مصر زمان ما كانتش دولة واحدة كده على طول الخط، دي كانت متقسمة نصين، شمال وجنوب، الدلتا والصعيد، وكل واحدة فيهم ليها مملكتها ودنيتها. يجي بقى بطل الحكاية مينا أو نرمر. الراجل ده كان من الصعيد وكان دمه حامي، وقرر إنه خلاص كفاية لخبطة بقى لحد كده، لازم مصر دي تبقى حتة واحدة. وفعلا قدر يوحد القطرين دول تحت حكم واحد. بعد الإنجاز المدهش ده كان لازم يكون في عاصمة كده على قد المقام، وكانت لازم تبقى في قلب البلد علشان ولا الشماليين يزعلوا ولا الجنوبيين كمان يزعلوا. ومينا كانت دماغه متكلفة واختار مكان لقطة على الضفة الغربية لنهر النيل، بالظبط في نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه الإبلي. الموقع ده كان استراتيجي جدا لأنه بيضمن إنه قريب من الطرفين ويخليه يقدر يبعت جيوشه أو موظفينه لأي مكان فيهم بسرعة. وفي الموقع الاستراتيجي ده نشأت مدينة ممفيس اللي كانت أول عاصمة لمصر. ويقال كمان إن اسمها الأصلي كان إنب حدج، يعني الجدار الأبيض، وده غالبا عشان كانت محاطة بأسوار بيضة ضخمة عشان تحميها من الغزو، أو يمكن عشان تحميها من الحسد. ما احنا مش هنبني عاصمة جديدة عشان في الآخر تيجي كام واحدة غلوية تديها عين وتخربها. ولو عايز تعرف مكانها فين دلوقتي فمكانها مش مفاجأة خالص، موقعها الحالي في محافظة الجيزة. ولو عايز تتخيل العاصمة دي كانت عاملة إزاي هتلاقي شوية ملامح متبقية منها في منطقة ميت رهينة. منف فضلت عاصمة لمصر لفترة طويلة جدا، وكانت والحقيقة كمان ما زالت مركز سياسي واقتصادي مهم جدا، ومنها انطلقت الحضارة الفرعونية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير. سلام عليكم.